السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ يا رب كده تكونوا بخير وبصحة، وحشتوني كتير كتير. النهاردة هعمل معاكم كده أكلة بجد روعة. أكلة حلوة قوي قوي. إيه، سهلة وسريعة وبسيطة، مش مكلفة خالص خالص. إيه، أكلة كده بتعمليها على السريع كده، أكلة المستعجلين. بتبقى حلوة قوي قوي بالرز، ممكن تتاكل بالعيش برضو، بتبقى جميلة تحفة بجد بجد. إيه، هنعمل النهاردة صينية بطاطس كده مكعبات بالكلاوي، وممكن تعمليها بالكبدة بتبقى حلوة برضو قوي. لكن النهاردة احنا هنعملها بالكلاوي بطريقة كده سهلة، بطريقة بسيطة، بطريقة سريعة. ويلا بينا كده نسمي الله ونصلي على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف مع بعض الأكلة الجميلة الروعة بتاعتنا دي اتعملت ازاي، طريقتها والمقادير بتاعتها. يلا بينا. هنسمي الله كده ونيجي على النار، واول حاجه هنعملها هنحط كده ايه، يعني حوالي معلقه او معلقتين من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم كده معلقه من السمنه. هنسيبها بس ما تسخن كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنحط الكلاوي بتاعتنا، يعني حوالي نص كيلو من الكلاوي. انا مقطعاها كبيره. انت ممكن تقطعها بقى حسب رغبتك انتي. ممكن تقطعها صغيرة، تقطعها كبيرة، حسب الرغبة يعني. أنا الصراحة يعني مقطعها كده كبيرة. بتبقى حلوة. هناخدها تسويحة كده. وبعدين هنحط البطاطس بتاعتنا. احنا ايه يعني حوالي 4 بطاطسيات كده كبار، مقطعاهم مكعبات زي ما انتم شايفين كده. وهناخدهم مع بعض ايه، تسويحة كده. بعد ما شوحنا كده البطاطس بتاعتنا هناخد ايه، هنحط بقى عندنا هنا فلفلتين كده خضر متقطعين صغير، نحطهم وتقليبه كده. تمام. وعندنا بصلايه متقطعه جوانح صغيره خالص، رفيعه قوي، بصلايه واحده. تمام كده. وتقليبه. عندنا كمان 5 6 فصوص ثوم متقطعين كده، يعني الفص متقطع نص، كل فص متقطع نص. وبعدين عندنا طماطم متقطعه جوانح برضو رفيعه خالص،
شرايح رفيعه اهي او جوانح رفيعه. تمام كده. طبعا الخضار ده كله هينزل ميته، هنسيبه لغايه ما ينزل ميته خالص، ونحتاجنا ميه هنحط له، محتاجناش محتاجين. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى الملح بتاعنا، بسم الله، والفلفل. تمام. وعندنا هنا رشه من الكزبره بسيطه خالص، رشه من بهارات اللحمه او السبع بهارات. تمام كده. وهنسيب بقى الخضار ده كله ينزل ميته براحته خالص. هي بدأت تنزل ميتها اهي. وهنغطيها ونسيبها بقى براحتها خالص. كده حبايبي، انا شايفين يعني هي نزلت ميتها، طبعا الخضار كله نزل ميته اهو. شايفين الطعم بقى والريحه، بصوا الريحه ما اقولكمش على جمالها. هي طبعا لسه ما استوتش، ان البطاطس بتاخد سويه شويه. بجد الريحه رهيبه. انا هزودها شويه ميه صغيرين سخنين بيغلوا اهو، يعني ايه حاجه بسيطه خالص عشان تستوى فيه بس كده. وهسيبها بقى ايه تستوي براحتها خالص. طبعا هندوق علشان ايه نظبط الملح بتاعنا. جميله، مش عايزه اي حاجه بصراحه، طعمه جدا جدا. والريحه بقى ما اقولكمش على جمالها وحلاوتها. ما شاء الله. كده بقى صينيه الكلاوي بتاعتنا بالبطاطس ما شاء الله استوت اهي. وهدخلها بس تحت الشوايه 5 دقايق بس، تاخد يعني ايه لون كده خفيف خالص، وهطلعها. ويلا بينا بقى هندخلها جوه تحت الشوايه، وهوريكم بقى الجمال بتاعها بعد ما تطلع من تحت الشوايه. كده حبايبي صينية البطاطس بالكلاوي آه طلعتها من تحت الشواية اهي. بسم الله ما شاء الله، بجد تحفة. الريحة بقى ما اقولكمش حلوة قوي قوي، والطعم طبعا اجمل واجمل. وبجد جميلة قوي قوي، وسريعة وبسيطة، وما يعني ايه مش مكلفة قوي. وبجد يعني غدا سريع كده، غدا حلو قوي. ممكن بقى تتاكل بعيش، تتاكل برز، بتبقى تحفة بقى بالرز، مش وحشة خالص. بجد حلوة قوي، ويا ريت تجربوها هتتبسطوا بيها قوي. يا رب بقى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم. وإن عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في الاشتراك في قناتي لو انتم مش مشتركين في القناة، وتفعلوا لي جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بنزلها. وان شاء الله ان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية كتير جاية بإذن الله. واشوفكم يا رب كده دايما على خير وبصحة، واشوفكم في سعادة يا رب. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.